عمرك سألت نفسك ليه اليهود قالوا إن عزير ابن الله؟ ومين عزير ده أصلاً؟ في فترة من فترات ضعف بني إسرائيل اتعرضوا لغزو عنيف من عدو قوي، ويقال إن العدو ده كان اسمه بخت نصر ملك بابل، واللي دخل عليهم وقتل أعداد كبيرة جدا منهم وشرد الباقي. وقبل ما ينسحب أخذ عدد كبير أسرى معاه لبابل، وما وقفش عند كده، ده كمان أمر بحرق التوراة وردم بيت المقدس والمنطقة اللي حواليه بالتراب، فبقت خراب بمعنى الكلمة. عزير كان واحد من الناس اللي اتاخدوا أسرى مع بخت نصر لبابل، ويقال إن عزير كان راجل صالح من بني إسرائيل، ومفيش دليل صريح في القرآن أو السنة إنه كان نبي، وده رأي جمهور العلماء. واتقال إنه اتاخد وهو صغير، ولما كبر ووصل لسن ال40 ربنا أكرمه بالحكمة وبقى من حفظة التوراة، وكان رابع واحد فيهم بعد سيدنا موسى وسيدنا عيسى. وبعد ما سقطت بابل عزير خرج منها ورجع تاني لفلسطين، وفي يوم وهو ماشي على حماره بين القرى عدى على قرية فيها بيت المقدس، وكل حاجة حواليه كانت لسه شايلة آثار الدمار، بيوت فاضية مفيش فيها روح ولا حياة. فلما شاف المنظر ده قال في نفسه أن يحيي هذه الله بعد موتها، وكان سؤاله استغراب من قدرة ربنا مش إنكار. بعدها نزل من على حماره وربطه جنبه في مكان مهجور، وطلع أكله كان عبارة عن تين وعصير عنب وعيش ناشف، حط العيش في العصير عشان يطرى، وبعدها فرد جسمه جنب الأكل وغفل فنام. لما صحي لقى ملك واقف قدامه وسأله نمت قد إيه؟ فقال له يوم أو بعض يوم، لأنه لما بص للشمس لقاها لسه طالعة، فافتكر إنه نام شوية بس، لكن الملك قال له إنه نام 100 عام كاملة، وقال له يبص على أكله وشربه اللي لسه زي ما هو ما اتغيرش، ويبص كمان على حماره. عزير لقى الأكل زي ما هو طازة، لكن الحمار كان مات واتحلل وبقى عظام، وهنا ربنا أراد يوريه المعجزة بعينه، فبدأت عظام الحمار تتجمع قدامه، وبعدها اتكست لحم ورجعت له الروح تاني، وكل ده وهو شايف بعينه، كأنه بيشوف إحياء الموتى قدامه بشكل مباشر، وهو نفسه أصلا كان آية لما رجع للحياة بعد كل السنين دي. ولما خرج من المكان بعد ال100 سنة اتفاجئ إن القرية اللي كانت خراب بقت مليانة ناس ورجعت فيها الحياة من جديد، وكأن الزمن رجع يتحرك حواليه وهو واقف. قال تعالى في سورة البقرة آية 259: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآية. بعد كده رجع عزير لبيته، وكان عنده خادمة في نفس سنه تقريبا، لكن لما وصل لقاها كبرت جدا وعدى عليها أكتر من 140 سنة وبقت كفيفة، بينما هو لسه في نفس عمره تقريبا وقت ما مات. فلما قال لها إنه عزير ما صدقتوش، وقالت له إن عزير مات من زمان، فطلبت منه دليل، وقالت له إن عزير كان مستجاب الدعاء، ولو هو فعلا يبقى يدعي لها ربنا يرجع لها بصرها. وفعلا دعا لها وربنا رد لها بصرها، فلما شافته بعينيها اتأكدت إنه هو، وجريت تبلغ بني إسرائيل، لكنهم برضو ما صدقوش، فاختبروه وقالوا له إن التوراة اتحرقت، وكان في راجل صالح مخبي نسخة منها، ولو هو عزير فعلا يبقى يقرأ التوراة كاملة. وفعلا قراها كلها من غير ما يغلط في حرف واحد، لكن بدل ما يفهموا الحقيقة بعضهم قال إن عزير ابن الله بسبب رجوعه من الموت، زي ما النصارى قالوا على سيدنا عيسى. وبسبب القول ده ربنا أنزل الآية في سورة التوبة آية 30: وقالت اليهود عزير ابن الله.